women, 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 women. I'm a woman. I'm beautiful. I'm strong. I'm different. كلمة كبيرة قوي. honesty, kindness. بيوتي بالنسبة لي الضحك. فالبيوتي ستاندرد الحقيقي ان الشخصيه اصلا تبقى حلوه، حابين نفسنا في جمال روح، طول وزن سكين تون، هي دي اللي هترفلكت بيوتي. مش لازم يبقى ليه مقياس، احنا كلنا حلوين. ان انت لو شخصيتك حلوه ده هيبان قوي في كل حاجه انت بتعملها. الامباثي، الابتسامة هي أبسط حاجة. الجمال مش جمال مطلق يعني، وبعدين نسبي كمان. جمال اخلاقي، ان الانسان يبقى صادق وحقيقي. انت لو احلى واحده في الدنيا وشخصيتك وحشه انا عمري ما هشوفك حلوه. من جوه تحسي ان شخصيته مش احلى حاجه، بحس ان ده بيأثر على شكله. ممكن اكون شكلي مختلف بس انا حابه نفسي وشايفه نفسي جميله. وانا صغيره لا طبعا لازم ان انا شايفه نفسي مش حلوه، خصوصا فتره المراهقه دي بقى بتبقى صعبه قوي. كبرت عندي مشكله من ان انا قصيره، لدرجه ان انا اي سيرش عمليه بتتعمل عشان الانسان يبقى اطول. لما كنت في ابتدائي لقيتهم كلهم قصيرين وانا بس اللي طويله، فدايما كان المدرسين يروحوا قايلين لا انت طويله تقعدي ورا. بقيت متضايقه قوي من الحته ديت، وبقيت حاسه ان انا يعني مش عارفه اجري زي بقيتهم. طول الوقت عامل لي مشكله. يا جماعه انا كبيره وعايزه احس ان انا بتعامل على ان انا كبيره وادلت. مع الوقت بقى اكتشفت ان الطول لطيف يعني ظريف، بيديكي هيبه، بيديكي ثقه في نفسك. وبعدين حسيت ان هو دي ادفانتج اصلا، لو انا اكبر فهيبان ان شكلي اصغر. بالنسبه لنا عروسه باربي، يعني انت طفله قد كده ما تعرفيش يعني ايه حاجه حلوه او حاجه وحشه، فجاه جالك عروسه وسطها قد كده، شعرها اصفر طويل وعينيها ملونه وكبيره وحاجه مش شبهنا خالص. ده كان زمان شويه كله بيبقى عايز اللي هو يفرد شعره ويجري بقى ورا الهيت ورا التريتمنت والكلام ده. الوحيده اللي حسيتها بدات تبقى شبهنا شويه اول ما بوكاهانتس جت، بس برضو دي كانت مهمشه، هم الحلاوه كلها سندريلا الشعر الاصفر وكده. انما دلوقتي الناس عايزين شعر كيرلي، ما بقاش زي الاول اللي هو الشعر الحلو هو الشعر المفرود والناعم. يعني الناس نظرتها اختلفت في الموضوع ده، بقى بالعكس كله عايز يحافظ على شعره ويرجع لطبيعه شعره. fashion it's not inclusive, it was never inclusive يعني. وفاشن ريتيلرز او اي حد بيعمل براند بيفكروا بس انا هكسب ازاي، مش انا هرضي الماركت ازاي. ان احنا بلد بتاعت مكرونه ومحشي، مش طبيعي ان تبقى المقاسات رفيعه، فطبيعي ان انا هبقى اتخن. البس منين؟ مش كل الناس كان افورد انها تسافر بره، فهم هنا ما بيهتموش بكده، اكننا ناس مهمشه او ناس اقليه في البلد. ليه احنا مش بنفكر لو مثلا نعمل special line for different height مثلا؟ انا مثلا I've never bought a pair of pants ولبسته على طول، لازم في مشوار كده للترزي لو بليز نقص نصه علشان اعرف استخدمه. ممكن حتى ما بنكونش من غير اكل، ممكن نكون امراض، ممكن حد يبقى بياخد كورتيزون، تخن ما يلاقيش لبس، يعمل ايه؟ مش هينزل من بيته. كم اسبوع كده كنت قاعده في مكان، فكلنا كنا قاعدين على الارض وناس ما اعرفهمش يعني، فلما جيت قمت لقيت واحده ست كبيره بتمد ايديها كده، فجيت اشدها راح شدتني لتحت. انا بصيت على ايديكي لقيتك مش متجوزه، قلت بس هتجيب لي بقى عريس ولا نيله سودا من البلاوي اللي في الشارع دي. انت ازاي سايبه نفسك كده؟ ولا سايبه نفسي فين؟ انت تخينه جدا، عشان كده انت مش متجوزه. عارفه نادي الصيد في دكتور هناك، روحي اسالي عليه، لازم تخسي، لازم تتجوزي. انا مش باكل من ثلاجه حد، انا بدل مبسوطه بشكلي، انت دي حاجه ما تخصكش. هو مش كل الناس المبقلظه عندهم كوليسترول وسكر، بالعكس في ناس ممكن تبقى رفيعه قد كده وعندها كوليسترول وسكر لانها وراثه. هل دول بيبروموتوا للامراض؟ لا، فهي مالهاش دعوه. بدل انت يور هيلث كويسه وانت مبسوطه بنفسك خلاص. الناس تقولك لو انت ليكي وزن معين او شكل معين عشان تتجوزي، غير كده يعني لا، انت هتفضلي مش متجوزه فور ايفر يعني. ليه بنجت the stereotype؟ ماشي people need money عشان يكسبوا، بس برضو لازم يبقى في حته كده مشاعر كده شويه. انا قعدت 16 سنه بتمرن سباحه، انا كنت على طول فت، ما بيهمنيش بقى ان انا باكل. بطلت بعد اي ثينك ثانويه عامه، او بقيت باكل بنفس الطريقه ولايف ستايل اتغير ان انا ما بتمرنش. بلاقي كومنتس من الناس ان ايه ده انتي زدتي، ايه ده وشك بقى مليان قوي وخدودك كبرت. دخلت بقى في حته ان انا بخش في starving مود كده. خلي بالك انا عمري ما كنت مركزه ان هي دي eating disorder او ان انا اصلا دي مشكله عندي فرح. انا هقعد اسبوعين ما باكلش، انا ابتديت ادوخ كتير قوي
ببقى تعبانه، حصل لي مشاكل كتير في بطني مثلا. لما بقى رحت للدكتور شفت كام فيديو كده على السوشيال ميديا، وان في ناس بتدخل نفسها في ستارفنج مود، وان ده بيأثر على حاجات كتيره جدا، وانا كنت بعمل حاجات بيوند الحته دي بصراحه. قلت ان انا لا، احنا لازم نعمل ستوب في الحته دي. لغايه ما بدات ان انا اخش في السكيني ايرا، لقيت ان الكومنتس اللي بيجيلي ايه، شكلك معضم كده، شماعه ماشيه. فحسيت ان انا دخلت في حته انتي ولا هنا عاجبه ولا هنا عاجبه. انا حبيت اختلافي، حبيت نفسي، حبيت منال. ممكن يكون اختلافي ده حاجه ربنا ميزني بيها، ولكن هي مش حاجه وحشه. فالعالم ما وقفش، لا بالعكس، كل حاجه مستمره، فانا لازم كمان استمر عشان نفسي، عشان خاطر منال. خطوه الحجاب كانت من اصعب الخطوات في حياتي، يت كانت اجمل الخطوات. ازاي هتشتغلي مذيعه وازاي هتشتغلي في الميديا وانت محجبه؟ they don't match. علشان المجتمع ده بيجيلي منه صراعات كتير جدا، بلس ان انا اصلا عندي صراعات داخليه ان انا بقتنع بشكلي الجديد. فكره ان انا ابدا من جوايا عشان اقدر اواجه ده، عشان اقدر اقفل الباب ده. لان عمر ما شكل البني ادم هو اللي بيحدد وجوده في اندستري معينه، بالعكس. و I have to prove people wrong انه ده ملوش علاقه. انا اتحجبت، بس الحجاب ده بيني وبين ربنا. شوف طريقك فين وانت اللي تسعى له. عمر ما حد هيجي يسعى لك وياخد بايديك، لازم تبدا ده من نفسك. كانت اللحظات اللي بيجي لي فيس تو فيس كريتيسيزم او فيس تو فيس كومنت اللي هو ايه ده، بيبقى عندك ثبات. ساعات الخطوات الدينيه الزايده بتتشاف، يا لهوي ايه ده. المفروض الواحد عامه يتقبل نفسه ويحب نفسه زي ما هي. حاولي انك تعملي حاجات تبسطي بيها نفسك. لما بنكون مثلا في كلاسز مثلا، او كل واحده بتبقى عايزه اللي هي تطلع الطاقه اللي جواها وتوصل اللي هي تكون مبسوطه، ده برده بيخليها تهتم بنفسها اكتر، فتحب برده نفسها اكتر. شكل هو مش مقياس انك تقيس بني ادم عليه، شكل ده اخر حاجه تقيس عليها انسان. جنرال رول بقى في الدنيا كلها انك ترضي جميع الناس مختلفه عن انك تبقي كويسه مع كل الناس. هو انا ليه اصلا بسمع للناس؟ ما اعمل اللي انا عايزاه، انا مرتاحه في ده. صباح الفل، اللي هو شكلك حلو، بتلبسي كويس وانتي كويسه، لكن مش لدرجه ان انتي تبقي تعبانه. انا حامل ان شاء الله في بنوته، واحنا عايزين بنوته جميله زيك. فاللي هو طب لو ما طلعتش زي يعني مش هتبقى جميله، احنا عايزينها تبقى بقى بلوندايه ملونه كده. فاللي هو طب لو طلعت شبه باباها مش بلوندايه، يعني ايه اللي هيحصل؟ هنرجعها تاني يا جماعه ولا هنعمل ايه؟ لا، هو اللي اخترع معايير الجمال حد فاضي، يعني حد عايز يعقد البنات، لان معايير الجمال يعني نسبيه جدا. شوفي زمان كان الستات شكلهم عامل ازاي. هي هتبقى جميله لو بقت بني ادمه صالحه لنفسها وصالحه للناس، حقيقيه ومعتمده على نفسها، وشايفاها اجمل بنت في الدنيا لو هي فيها الصفات دي. طلع الموضه ديت والكلام ده هم الرجاله، بيبقى فيها جزء كبير قوي ان هو صناعه موضه. الشعر الكيرلي دي بيبقى فيها بتجيبي منتجات معينه عشان تعملي شعر الكيرلي، يبقى ليس برضه بتجيبي حاجات تانية. يعني لو هتمشي ورا كل حاجه ودي موضه السنه دي ودي مش موضه السنه دي، ما اعتقدش انها هتبقي مرتاحه يعني. الظهور ليا في اي حاجه either on social media or on cinema او كده، يبقى ليها مسج بتوصل اللي هو حته الانكلوسيفيتي، حته to raise awareness about dwarfism عامه. قايلاها واضحه وصريحه، انا مش هعمل اي حاجه فيها ساركازم، علشان السينما يعني للاسف هي كانت one of the factors ان احنا بنورماليز البولينج. بس حبي نفسك باي شكل من الاشكال، ومش اي حد يتكلم جنبك يقولك انت شكلك وحش تردي عليه انت شكلك اوحش. اللي عايز يكتب حاجه يكتبها، هو كله مستخبي ورا التليفون. مش بنتريق على حد عشان دي حاجه احنا ملناش كنترول عليها. انت ما اخترتيش يبقى شكلك كده ولا اي حاجه. الوعي زاد شويه، فابتدينا نحس ان التنمر دوت ممكن ان هو يضايق ولادنا، فبتلاقي الاهالي على طول على اصغر حاجه يروحوا جارين بسرعه على المدرسه، ولازم ياخدوا حق اولادهم ويقنعوا اولادهم بعد كده لا انت احلى واحده في الدنيا. عمرك ما هتسكتي حد، ما تخلي اللي بيكتب من ورا سكرين ده يكتب اللي هو عايزه. كده كده اللي انا بعمله ده هيعجبك، وغيرك هيقول لا ده عك. ما هو اكيد الناس ممكن تشوف شكلي او لبسي وتقول برضو ان ده مش مناسب، فاللي بقوله لنفسي انه لما انا يبقى ما فيهاش عيب ابقى اتكلم على عيوب الناس. اكتشفت ان الجادجمنت ده ضعف. انا مش مكان الشخص، انا ما اعرفش هو قد ايه ممكن يكون ندمان، هو قد ايه ممكن تكون ظروفه حطته في الموقف ده. نفسي الناس تغير وجهه نظرها عن اي شخص مختلف. اي شخص مختلف ده هو مش وحش، هو بني ادم، فلازم نقتنع ان هو ليه حقوق وليه دور، ما نموتهوش. شفت بالصدفه ان انا عندي حاجه في الثدي، عملت اشعاعات وتحاليل وحاجات كلها، فيعني قالوا لي لا ده كانسر مش مجرد ورم عادي، بس محتاجه استئصال. طبعا الموضوع في الاول بيخض. اخدت الصدمه بان انا بتفرج على ايمان ديت غلبانه عندها بريست كانسر وهتعمل عمليه وهتعمل استئصال، وان انا شخصيه تانية بتفرج عليها ولازم ادي الايمان ديت شويه قوه علشان تقدر تواجه الصدمه. فتقبلت الموضوع جدا
اخدته يعني بروح رياضيه جامده يعني. حتى وانا داخله العمليات كنت بقول لهم اعملوا لي فوتو سيشن وانا داخله. جت بعد كده بقى مرحله علاج كيماوي كان صعب قوي، بس بعد فتره كده بيجي لي شعور ايه ده، لا ده انا في حاجه اتاخدت مني، بس برجع تاني اقول لا الحمد لله ربنا مديني حاجات تانية كتير قوي، مديني بناتي جنبي، مديني جوزي جنبي. ربنا بقى يعني حط القوه ديت في قلبي ازاي انا ما اعرفش. You're so strong, you have no idea. I'm still alive and on the screens. عايزه اقول لنفسي خليكي زي ما انتي. ان انتي قصيره والله مش حاجه وحشه، عادي، اتس اوكي. شكلك كيوت ستيل. اكتشفت ان كل موقف انا اتحطيت فيه شيبت طريقه تفكيري دلوقتي. هقول لها اللي هو ما تقعديش تسالي كتير، اللي هو just trust the process يعني. ما تخافيش، اي حاجه صعبه هتعدي بيها، انت كده كده هتجات اوفر الحته دي. بصي الطفله ايمان لحد 5 سنين كانت سعيده قوي، بعد 5 سنين فقدت ابويا، فدي اثرت عليا يمكن لحد النهارده، خلتني دايما واخده جنب تعيشي حياتك وتتقبلي الوضع. بس انا ما كنتش فاهمه ساعتها، كنت صغيره. تهتميش لرأي الناس خالص، ما تفكريش انا مش هلبس ده لحسن يقولوا كذا، او مش هعمل ده لحسن يقولوا كذا. كنت ببقى خايفه ان الناس تجادج مي، لا اي دونت كير، انا ده شكلي وده لبسي، واللي مش عاجبه خلاص بص الناحيه الثانيه. بلاش تخافي، الخوف ده حبسك لفتره، كنت ظالمه نفسي قوي، فانا استحق اكيد الافضل، فانا لازم اساعد نفسي على ده واخرج الحاجات الحلوه اللي جوايا. بيبي جيجي ان شاء الله ربنا يكرمها وتبقى ممثله. من حلمك كان رقاصه بس ما رضيتش اقولها حفاظا على صحفه المجله اللي واقفه.